هو فين الماسك يا ادوبي؟ ده السؤال اللي حاليا ناس كتير جدا بتسأله بعد الابديت الاخير لادوبي بريمير نسخة 2026، وده لان الماسك ما بقاش موجود في قائمة الاوباسيتي زي زمان ومش عارف الاقيه فين. السؤال التاني، ازاي اقدر اتحكم في الماسك بطريقة مانوال مش اوتوماتيك؟ يعني ازاي اقدر احرك الماسك فريم باي فريم بايدي، لان لما باجي احركه بايدي بيقف في مكانه، مش بيرضى يتحرك من مكانه. كل ده واكتر في الدرس بتاع النهارده. وعايز اقولك انك هتقدر تتعامل مع الماسك بطريقه بروفيشنال جدا، بل بالعكس انت هتحبه اكتر من الماسك اللي كان موجود زمان. فكل اللي انا طالبه منك دلوقتي انك تفضل متابع ومركز في الدرس ده لغايه النهايه، لانه مليان تريكات مهمه جدا. يا اهلا بيكم يا شباب، تعالوا النهارده مع بعض كده نفصص الماسك اللي نزل جديد في نسخه ادوبي بريمير 2026 ونفهمه. وفعلا الموضوع يعني مبهر جدا وافضل بكتير من الماسك اللي كان موجود زمان. فلكل الناس اللي حست ان الماسك اختلف تماما وما بقاش موجود زي زمان ومش عارفين نتعامل معاه، الدرس ده ليك، لانه هنفصصه مع بعض وهنفهمه بكل التفاصيل اللي موجوده فيه. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هجيب الداتا بتاعتي اللي انا هشتغل عليها بالمنظر ده، وانا جايب لكم اكتر من فيديو علشان ادي لكم امثله كتير كده للماسك بتاعنا، والموضوع مبهر وسهل جدا. طيب تخيلوا معايا ان انا حطيت الفيديو ده كده بالمنظر ده على التايم لاين، وعايز اعمل ماسك على وش الراجل ده علشان اعمل بلور. طيب هنا كده لما باجي اضغط على الماسك بيظهر لي الاوبجكت ماسك تول الجديده، ولما باجي افتح الاوباستي علشان اعمل الماسك مش بلاقي الحاجات اللي كانت موجوده زمان، اللي هي الاليبس والريكتانجل والبن. كل الفكره ان ادوبي نقلت الماسك اللي كان موجود هنا للتولز اللي موجوده هنا. لما بضغط ضغطه طويله كده بيظهر لي كل الحاجات اللي كانت موجوده، الاليبس والريكتانجل والبن. فالموضوع سهل وبسيط جدا. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ماسك على وش الراجل ده دايره مثلا، فلازم اكون عامل سيلكت على الفيديو بتاعي، واهو بنفس الطريقه اللي كنا بنعملها زمان ببتدي ان انا اعمل الماسك بتاعي بالمنظر ده. هظبطه على وش الراجل هنا بالمنظر ده، هكبر هصغر هعمل اللي انا عايزه. هتلاقوا كده ان العلامه اللي لونها احمر دي ظهرت معايا. طيب هل العلامه دي بتطلع معايا لما بعمل اكسبورت للفيديو؟ لا طبعا، دي مجرد بريفيو ليا اثناء وانا شغال بس، لكن وانا بعمل اكسبورت الموضوع هيطلع عادي جدا. وهنا كده تقدروا تغيروا اللون زي ما انتوا عايزين، اخضر ازرق زي ما احنا عايزين نقدر نغير اللون بتاعنا. ده مجرد بس بيوريني الماسك اللي انا عملته مظبوط ولا مش مظبوط، دي كل الفكره. وعايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا هنا هتلاحظوها، في حاجه اسمها كليب وفريم، ودي هنتكلم عليها بالتفصيل، دي مهمه جدا جدا. طيب انا دلوقتي عملت الماسك بتاعي بالمنظر ده، هبتدي ان انا اعمل له بقى الحركه بتاعته الانيميشن. فهبتدي ان انا اضغط على البلاي اللي موجوده هنا، لان الانديكيتور بتاعي موجود على بدايه التايم لاين، فهبتدي ان انا اعمل له بلاي بدايه من هنا. لو الانديكيتور موجود في النص هعمل قدام وورا. بس عايز اقول لكم على حاجه قبل ما نعمل بلاي. لو لاحظنا ان حركه الراجل ده بتتحرك تحت وفوق وراسه بتطلع وتنزل وتبص يمين وشمال والكلام ده، هنلاقي جنب الماسك هنا في علامه السيتنج اللي موجوده او التراكنج اوبشنز اللي موجوده هنا. لو ضغطنا عليها بالمنظر ده، بصوا كده بيقول لي انت عايز حركه بوزيشن ولا عايز حركه بوزيشن مع سكيل مع روتيشن. طبعا البوزيشن يمين وشمال وفوق وتحت، السكيل اللي هو لو الراجل ده بيقرب من الكاميرا او بيبعد عنها مثلا، الروتيشن لو بيلف راسه يمين او شمال، مش بس راسه، اي حركه ماسك احنا بنعملها يعني. البرسبكتيف هنا يعني ما تعملش سيلكت عليها او ما تاكتفهاش غير لو في حركه تبان كانها 3 دي، يعني الراجل ده بيلف راسه جامد او بيبص في الموبايل او بيرفع راسه جامد لفوق، فنعمل دي. ما تعملهاش في كل الاحوال لانها ممكن تبوظ الحركه بتاعه الماسك بتاعك. انا حبيت بس اوري لكم انه في قائمه هنا موجوده ممكن تكونوا مش واخدين بالكم منها. حلو جدا، انا هبتدي ان انا اضغط اوكي وهبتدي ان انا اعمل بلاي بالشكل ده. فهنلاحظ كده على طول ان الماسك ماشي مع وش الراجل وبيبتدي يعمل لي الكي فريمز بتاعتي بسرعه جدا جدا زي ما احنا شايفين كده. بصوا كده الماسك ماشي مع وش الراجل بالظبط ازاي اهو. يبقى لما باجي اعمل بلاي كده ماشي مع وشه بالظبط. هنا بقى الاختيار ليك، انت عايز تعمل الماسك ده اوباسيتي، يعني تحطه تحت الاوباسيتي فيبقى ياخد وش الراجل ده تعمله ماسك، ولا عايز تحط عليه افكت معين. انا مثلا عايز احط عليه البلور، فهو مكانه كده عادي جدا اقدر اعمل الافكت اللي انا عايزه. فالافكت اللي انا هحطه دلوقتي هيتطبق على الماسك اللي انا عامله، دي الفكره. طيب هبتدي اعمل كده اهو وهبتدي اختار الافكت اللي انا عايزه. بالنسبه للاداه دي اسمها اكسكاليبر، انا كنت شرحتها قبل كده. الاداه دي بتسهل عليا جدا ان انا اختار الافكتات والبريسيتس وكل حاجه انا عايزها، بدل ما اروح لقائمه الافكتس واختارها ومش عارف ايه. الاداه دي كنت شرحتها في درس قبل كده، هسيبها لكم في الاي اللي هتظهر من فوق. اداه خطيره جدا. وكمان لو انا عايز مثلا جوسن بلور، هبتدي ان انا اكتب اول حرفين بس، جي
وبي، بص كده، فهيجيب لي على طول الجوسن بلور. وهنا ده الجديد وده الليجاسي القديم اللي كان في النسخ القديم. انا بحب استخدم دايما القديم. بصوا كده هتلاحظوا على طول ان البلور اتعمل على الماسك اللي انا عملته. ادي الماسك موجود اهو. طبعا حبيت تختار ريكتانجل، حبيت تختار البن، ترسم ماسك زي ما انت عايز، فالماسك موجود. وعندي هنا كده لو حبيت ان انا اعمل فيذر ما بين الحدود بتاعه الماسك والجزء اللي بره علشان ما يبقاش تفاصيل الماسك واضحه قوي. طيب حلو، هبتدي من تحت كده. طبعا الماسك هنا نزل تحت الجوسن بلور اللي انا حطيته، يعني الماسك بقى جزء من الافكت اللي انا عملته علشان انا حطيت افكت على الفيديو بتاعي. طبعا هنا كده اقدر ان انا ازود فيذر تاني اكتر او اقلله. هنا كده الاكسبنشن تقدر توسع حدود الماسك او تضيقها زي الماسك القديم بالظبط، مفيش اي اختلاف. هو الفكره هنا انه بايه يعني ذكي اكتر. تمام، حلو جدا. لو انا عملت بلاي كده هتلاحظوا على طول ان البلور معمول على وش الراجل. طب انا مش عاجبني اللون الازرق ده، نقدر نعمل نون من هنا كده عشان نشوف البلور اللي معمول بالظبط اهو. بصوا كده، فطبعا بصوا ماشي معاه ازاي. فدي الفكره الاولانيه، ان انا بعمله زي القديم، ان انا حطيت دايره اهو ومشيته مع الراجل بالشكل ده. طيب حلو، في هنا بقى حاجه مهمه جدا. لو انت حبيت تمسح البلور اللي انت حطيته هيتمسح معاه الماسك، لانه الاثنين مرتبطين ببعض، لان الماسك جزء من الايه، من البلور بتاعي. طيب هنا علشان امسح البلور بعمل ايه؟ بمسك الماسك بتاعي ده بحطه هنا تحت الانسايد ماسك تاني، برجعه لوضعه الطبيعي، وباجي امسح الجوسن بلور بتاعي اللي انا حطيته. فلما بمسح البلور بيفضل الماسك عندي زي ما هو علشان اقدر احط عليه الافكت التاني اللي انا عايزه. لكن لو مسحت الجوسن بلور هيتمسح معاه الماسك. فدي برضو تركاية مهمة جدا. وده بالنسبة لأول حاجة في استخدام الماسك بتاعي. وتعالوا دلوقتي نفهم الفرق ما بين الكليب والفريم اللي موجودين تحت الماسك بتاعي وازاي نقدر نتعامل معاهم. وعلى فكرة الموضوع فيه ابداع كبير جدا. طيب ايه الفرق بين الكليب اللي موجود هنا والفريم دي؟ تعالوا نشوف. خلينا بس نعمل سيلكت على اللون الاحمر كده علشان نميزه ونشوف ايه الفرق بين الاثنين. دلوقتي انا عملت الماسك بتاعي والماسك بتاعي شغال تمام مع وش الراجل ده. طيب انا بعد ما عملت الماسك بتاعي يعني حبيت ان انا مثلا اصغر الماسك شويه. فلو جيت صغرته في الماسك القديم هيحط لي كي فريم وهيصغره ويكبره تاني وهيحصل مشاكل. طيب انا عايز اصغره واحافظ على حجمه الجديد اللي انا عملته ده او اكبره. يعني مثلا خلينا مثلا نكبره كده مثلا اهو. ماشي، انا دلوقتي عايزه يحافظ على نفس الماسك ده طول الوقت، مش يحط لي بقى كي فريم ويكبر ويصغر كل شويه. فلو انا عايزه يحافظ على الماسك طول الوقت يبقى انا هعمل سيلكت على الكليب اللي موجوده من تحت. بصوا كده لما باجي اعمل بلاي الماسك هيفضل كبير ومش هيصغر. شايفين؟ طيب بصوا بقى، لو انا جيت عملت سيلكت على الفريم والماسك عندي كبير زي كده، وبعد شويه عايز اصغر الماسك وجيت رحت مصغره هنا كده، بصوا حط لي كي فريم جديد هنا، يبقى الماسك هيبتدي كبير وهيصغر اهو. هيبتدي يصغر لغايه ما يوصل للحجم اللي انا عايزه اهو. طيب بعد شويه تاني حبيت ان انا اكبره مره تانيه وانا عامل سيلكت على الفريم فكبرته، فراح حط لي كي فريم جديد، يبقى الماسك هيصغر وهيكبر تاني. بصوا كده في البدايه هيبقى كبير وهيبتدي يصغر لغايه ما يوصل للكي فريم اللي انا حطيته ويبتدي يكبر تاني. شايفين؟ ده الفرق بين الكليب والفريم. يبقى الكليب بيحافظ على الماسك بالحركه بتاعته طول الكليب، ولكن الفريم كل حركه انا بعملها بيحط لي كي فريم جديد وبيغير لي شكل الماسك بتاعي. تعالوا بقى نشوف كده ازاي نقدر نحرك الماسك بتاعنا مانيوال. يعني انا مش عايزه اوتوماتيك، يعني انا مش عايز لما ادوس بلاي هنا كده هو اللي يحرك لي الماسك، لانه في حاجات الماسك مش هيقدر يعملها ولازم اعملها بايدي. زي ايه؟ زي الجزء اللي انا جاي اكلمكم عليه دلوقتي. مثلا انا عندي فيديو زي كده، بصوا الفيديو ده كده، دي حاجه مشهوره جدا. بصوا الفيديو ده كده، في عمود بيعدي من قدام الكاميرا بالمنظر ده. انا عايز العمود ده وهو بيعدي ينقل لمشهد جديد هنا. فطبعا ده هو ما يقدرش يعملها اوتوماتيك، لازم اعملها بايدي، لازم الحركه دي اعملها بايدي. فخلينا نيجي نقص الفيديو لغايه الجزء ده كده اهو. انا عايز الفيديو بتاعي ده اول ما يمشي كده ينقل لمشهد جديد بالمنظر ده. اعملها ازاي؟ كل اللي انا بعمله بقى في اي منطقه انا عايزها زي كده مثلا اهو، وهبتدي ارسم ماسك بايدي. بقى ارسمه ازاي؟ عن طريق ان انا هضغط هنا ضغطه طويله شويه وهختار البن ماسك تول، وهاجي ارسم. طبعا لازم اكون عامل سيلكت على الفيديو، وهاجي ارسم الماسك بتاعي عند العمود بعد العمود ده ما يبتدي يعدي كده. طيب وهبتدي طبعا اوسع زي ما انا عايز هنا كده بره، لانه ده خلاص المنطقه اللي بره، ولازم اقفل الماسك بتاعي بالمنظر ده. وخلينا نعمل سيلكت كده باللون الاحمر عشان نبقى مميزين الماسك بتاعنا.
بتاعنا. طيب انا دلوقتي عايز كل فريم امشيه يحط لي كي فريم، فهنا بقى مش هختار كليب ولكن هختار علامه الفريم. بصوا كده هو سجل اول حركه اهو. هبتدي انزل على الفيديو ده اضغط عليه وامشي فريم لقدام، واتحرك انا بايدي بالماسك كده عند العمود بالشكل ده، حط لي الكي فريم التاني، واضغط على الفيديو امشي بالمنظر ده، وهنا كده بتحرك بايدي بالمنظر ده علشان اعمل النقله بتاعتي، وهنا كده امشي كده وخلاص الماسك بتاعي هيكون انتهى بره الشاشه. طيب اعمل العكس بقى اهو. هنا كده في اي حاجه؟ هنا الماسك مشي شويه، لا هرجعه طبعا، بعدل عشان يبقى ماشي مع العمود بالظبط اهو. طيب هنا كده بعد كده في النقله دي كده هيكون الماسك بتاعي هنا اهو. فطبعا دي مستحيل هو يعملها اوتوماتيك اهو. بصوا كده اهو، كل فريم انا اللي بحط له الحركه بتاعتي. طبعا الحركات كلها اللي انا بعملها دي بتتسجل فوق. بصوا كده اهو، وهطلع بره خالص. يبقى انا دلوقتي لما باجي اعمل كده في اي حاجه اختلفت؟ في حته هنا بروح مرجعها كده، شايفين اهو، دي حركه هو ما يقدرش يعملها، فبالتالي لازم اعملها اهو. بتاكد ان الدنيا تمام عندي خلاص زي الفل. طيب هبتدي ان انا اكبر الشاشه بتاعتي بالمنظر ده، وانا دلوقتي متاكد ان انا عملت الماسك بتاعي مانيوال بكل التفاصيل بتاعته، والكي فريمز اللي اتعملت كلها اتسجلت هنا. طيب انا دلوقتي عايز بقى يعني احط الماسك ده تحت الاوباستي في طريقتين، يا اما بضغط كليك يمين واقول له تشينج تو اوباستي ماسك كده، يا اما بمسك الماسك ده واحطه تحت الاوباستي هنا كده. طيب هو كده اخد الجزء ده ولغى الجزء القديم، انا عايز اعمل العكس، فهبتدي ان انا اضغط انفيرت هنا. فهنا كده بصوا العمود ده هيجي يعدي كده فهيقفل المشهد بتاعي. طبعا هنا ممكن نسيح الماسك بتاعنا او ممكن نعمل اي حاجه. طيب هنا في حاجه بقى مهمه اهو، لو انا عايز، بصوا هنا في حته من الزرع باينه، طب انا عايز اجيب الماسك كده شويه بس عايز اجيبه في كل المقطع بتاعي، فهعمل ايه؟ هاجي اعمل سيلكت على الماسك بتاعي كده، وهبتدي اعمل سيلكت على الكليب وهزحزحه كده شويه، يعني هجيبه كده شويه فهيتجاب في كل الكليب، شايفين اهو. دي بقى الفكره، هو مش هيحط لك هنا كي فريم جديد، فالاضافه دي عبقريه. طيب حلو، خليني ارفع ده فوق كده واحط الكليب اللي انا عايزه، وليكن مثلا الفيديو ده كده، فهتلاقي ان الماسك بعد ما بيعدي بينقل لمشهد جديد. خلينا نخلي ده نن، ونيجي هنا كده ونعمل بلاي. شايفين اللي حصل اهو؟ نقل لمشهد جديد بالمنظر ده اهو، عدى كده ونقل لمشهد جديد. الموضوع سهل وبسيط جدا، وزي التريكات اللي احنا كنا بنعملها في الماسك القديم. تعالوا في الجزء ده نشوف العبقرية الموجودة في الاوبجكت ماسك تول، وازاي بتختصر علينا وقت كبير جدا لحاجات كنا بنعملها بصعوبة جدا، او مش بصعوبة، بتاخد مننا وقت. طيب بص انا جايب مثال كده حلو جدا، فيديو زي كده مثلا اهو. بصوا كده دي عين، بصوا كده بالمنظر ده. خلينا نصغر الفيديو. العين دي بتغمض كده وتفتح، بصوا. طيب انا عايز جوه العين دي، جوه القزحية او جوه الايرس بتاع العين، انقل لمشهد جديد او ابين فيديو جوه العين. يعني بدل ما هي القزحيه دي موجوده، انا عايز الغي الجزء ده وابين فيديو جوه. كنا بنعملها ازاي في الماسك القديم؟ كنا بنرسم هنا كده دايره، ونبتدي مع كل قفله العين كل ما العين تقفل شويه كده فريم فريم بنمشي معاها ونقفل الماسك بتاعنا. هنا الموضوع بقى سهل جدا. خلينا بس ناخد بدايه من هنا كده، نقطع الفيديو بتاعنا ونيجي نحط الفيديو ده هنا كده. طيب انا عايز اعمل الفكره اللي بقول لكم عليها دي. نزق الفيديو على البدايه خالص اهو. طيب دلوقتي انا عايز اعمل الفكره اللي بقول لكم عليها دي، العين وهي بتقفل وتفتح كده يكون في مشهد بيتعرض جوه العين. اعملها ازاي؟ بصوا بقى، هاجي هنا كده على الماسك اللي موجود عندي، وهختار الاوبجكت ماسك تول، وهاجي ادخل زوم شويه كده، وهعمل سيلكت على الفيديو بتاعي. وبصوا العبقريه اللي موجوده هنا، لما اجي اعمل كده امشي على القزحيه بتاعتي بالشكل ده اهو. بصوا كده، وابتدي ان انا امشي كده اهو. انا بقول له دلوقتي ايه؟ بقول له اعمل سيلكت على القزحيه بس اهو كده. طيب حلو، بصوا بقى الذكاء، عمل سيلكت. طب انا مش شايفها ليه؟ لان انا اعملها باللون الاحمر، فعمل سيلكت على القزحيه بس. طيب حلو جدا. لما باجي اعمل بلاي بقى كده، بصوا والعين بتقفل، هيبتدي يعمل بلاي. ركزوا معايا والعين بتقفل، بصوا تاخد منكم وقت قد ايه وانتوا بتعملوها؟ شايفين؟ حلو جدا. انا عملت دلوقتي التراكنج بتاعي على الماسك، وتعالوا نشوف هنعمل فيه ايه. خليه يخلص كده ونشوف ايه اللي احنا هنعمله دلوقتي. طيب هو دلوقتي خلص خلاص اهو، والقفله والفتحه بتاعه العين مظبوطه جدا جدا جدا. طيب حلو، هبتدي ارفع الفيديو ده لفوق كده اهو، وهبتدي اجي على الاوبجكت ماسك ده واقول له تشينج تو اوباستي ماسك بالشكل ده. هو دلوقتي اخد العين، فهقول له انفيرت او سبتراكت، نفس النتيجه اهو. هبتدي ان انا اعمل كده اهو، شايفين
طيب وهبتدي اكرر الفيديو ده تحت هنا كده. حلو جدا. وبعدين هعمل ايه؟ وهاجي على الفيديو اللي من فوق، خلينا نرفعه كمان فوق كده اهو، وهاجي الغي من عليه الماسك بتاعي. يعني لو انا لغيت الماسك اللي انا حطيته ده، الاوبجكت ماسك، هلغيه بالشكل ده، فبقى عندي الفيديو ده ممكن اجي اخففه شويه كده، ماشي، واحط جواه اي مشهد. بص كده المشهد بتاعي بقى جوه العين. طب لو حسيت ان حدوده هنا كده مش مظبوطه قوي، نقدر نيجي على الماسك اللي احنا عاملينه ونسيحه شويه، نعمل فيذر بالشكل ده. بصوا كده. طيب عايز يعني اصغر ده شويه كده عشان يبقى جوه العين اهو. بصوا بقى. طيب هاجي على المشهد بتاعي ده وهصغر المشهد بتاعي، او اجي بالموشن كده. بصوا اللي حصل دلوقتي، واجي اصغر المشهد وكأن البنت دي مثلا بتشوف نفسها وهي ناجحه مثلا ولا حاجه. بصوا كده اهو. طيب خلينا نشوف المشهد كده. هنيجي بس العين في الاول وهي مفتوحه كده، المشهد ده مش هيكون موجود. نكبر عشان تبقوا شايفين كويس اهو. طيب المشهد ده مش هيكون موجود اثناء الايه، اثناء العين وهي مفتوحه في الاول، فانا هاجي ارجعه لورا كده شويه. فالعين مفتوحه عادي جدا، مجرد ما بتغمض كده بحط المشهد بتاعي هنا. فبصوا بصوا المشهد النهائي هيكون شكله ايه. بصوا تفتح على الصوره اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. يعني شايفين التفاصيل طيب هتقول لي احنا غمقنا العين فاحنا عايزينها تظهر بوضعها الطبيعي. سهل جدا. هتيجي ترفع الاوباستي بتاع العين بالشكل ده، ومجرد ما تغمض كده انت هتقلل بقى الاوباستي بتاعك. بص كده عشان وهي بتفتح تكون مبينه الصوره. فهنيجي لغايه هنا كده، لغايه هنا اهو، ونكون عملنا ده كده تحت شويه، نكون نزلنا الاوباستي بتاعك كده تحت شويه. فبص كده اهو. شايفين اللي حصل؟ يبقى العين بانت عادي جدا اهو، غمضت وفتحت. قول لي لو انت هتعمل دي بالماسك القديم هتاخد وقت قد ايه؟ الماسك الجديد يا جماعة عبقري جدا جدا. طبعا يا شباب بتمنى ان الدرس بتاع النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم اكتبوا لي في الكومنتات كده ايه اللي عجبكم، وهل كنتوا تعرفوا المعلومات دي قبل كده ولا لا. وطبعا اللي لسه ما اشتركش في القناه انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وما تنساش تعمل لايك وكومنت على الفيديو اللي انت بتشوفه دلوقتي. شكرا لكم يا شباب، واشوفكم في درس جديد من دروس ادوبي بريمير.